سلام بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غادي يكون على كيفيه ازاله الموستاش. اي نعم الموستاش، وغادي نقاد معكم حتى حجباني. غنبدا هنايا بالحجبان. خديت حلاوه بارده كيف ما كتشوفوا اولا الشرائح شمعيه. قطعت شريط العرض ديالو سنتيمتر واحد، وغادي نحط الحافه المقطعه فوق الحد ديال الحاجب من الفوق. من بعد بطبيعه الحال منمشط الشعر ديال الحواجب ديالي لتحت. كنسخن الشريط بين يديا، كنفتحو وكنحطو على المنطقه اللي بغيت نحيد منها الشعر. كنمرر صبعي مع نمو الشعر يعني بضع مرات، ومن بعد كنزيل الشريط عكس نمو الشعر. غنكمل هاد الطريقه هذه بالنسبه لبقيه الحاجب. كنمشط الشعر لتحت، نحط الشريط اللاصق، ومن بعد كنزولو عكس نمو الشعر. كيف ما كتشوفوا معايا فعلا كيحيد يعني كيزول الشعر. واللي كيعجبني اكثر هو انه كيعطيك واحد الشارب ايدج اولا واحد الحد ديال الحاجبك كيكون مقاد، يعني غادي مسنتري مقاد. ندوزو دابا للحاجب الاخر حتى هو درت ليه نفس القضيه. كنمشط الشعرات لتحت وكنحط الحلاوه وكنزيلها عكس نمو الشعر. غير تذكروا دائما توضعوها مع نمو الشعر وتزولوها عكس النمو ديالو. من بعد كنمشط الحواجب ديالي كلهم الفوق، وكنجيب مقص وكنقطع. لكن شي زغبه طويله، يعني كاع الشعر اللي طويل على الحاجب ديالي كنجيب له مقص وكنقطعو به. هاد العمليه هذه بنات كونوا حذرين فيها، لانكم ما خصكمش تحيدوا بزاف، يعني غير مشطوا شويه وقطعوا وعاد زيد مشطوا شويه وقطعوا. بالنسبه للبدايه ديال الحواجب ما كاينلاش ديروها، لان الحاجب كيكون اصلا نايض الفوق، يعني الاتجاه ديالو كيكون الفوق، يعني ما كاينلاش تحيدوه باش يبقى لنا الحاجب يعني شكله طبيعي. دابا غادي ندوزو لوسط الحاجبين اولا بين الحاجبين. خديت الشريط اللي صغير شويه، فركتو بين يديا غير شويه باش تحل. فتحت وفتحوا حواجبكم، يعني ما تغوشوش، ديروا العكس ديال التغويشه. فتحوا حواجبكم باش ما تاكلوش من الحاجب، يبقى طويل من البدايه ديالو. نفس العمليه حطوه، ومن بعد كرروا نفس العمليه باش تحيدوا الوسط. دابا بالنسبه للشعر اللي كيكون ما بين العين والحاجب غادي نستخدم له الخيط كيف ما مبين موضح في الفيديو، يعني حاجه سهله بزاف. الخيط تقريبا فيه 20 سنتيمتر، وهاد العمليه هذه فعلا كتولي سهله بزاف مع الممارسه، كتولي عندك شي حاجه عاديه بزاف. غير تبعوا كيف ما درت تماما، ان هاد الطريقه هذه سهله، ما كتبقاوش تحلوا يديكم بجوج، غير ايد وحده اللي كتحل وكتسد. كيف ما كتشوفوا الحجبان تقادوا وبقاو في الشكل الطبيعي ديالهم. دوزو دابا الموستاش. هنا خديت بودره، يعني اي لوز باودر عندكم ولا بودره مضغوطه او حتى طالك ديروه باش يحيد لنا زيوت اولا اي حاجه كاينه عندنا في الجلده ديالنا، باش الشعر يخرج يبان ما يبقاش لاصق في الجلده. خديت هنايا الخيط نفس الطريقه تماما اللي درت باش حيدت الشعر ديال الحواجب. كتمشيو للشعره وكتحيدوها، يعني حتى هي عكس نمو الشعر. كتبقاو يعني فين ما بانت لكم شي زغبه كتمشيو كتحاولوا تجي في الوسط، يعني تجي في المثلث. وانتم ملي كتحلوا يديكم الخيط كيدور على الزغبه. الا بغيتو تشوفوا يعني داك الشعر اللي كيكون هابط اولا كذا، ديروا هاد العمليه لفمكم، يعني دوروه وكيبان لكم الزغيبات طلعوا باش بامكانكم تحيدوهم. من بعد ما كتساليو حيدوا الزوائد ديال الحلاوه بهاد المناديل الزيتيه، وديروا خليط ديال الوفيرا وماء الورد، دهنوا به المناطق اللي حيدتوا منها الشعر. هذا الشيء بامكانه يدار حتى الوجه كامل، فعلا مزيان وصحي للوجه. الخيط ما كاينش محسن منه للوجه. اخر ملاحظه البنات بالنسبه للحلاوه اللي كتستخدم للحواجب لازم تكون متماسكه. الحلاوه اللي كتكون كتلصق هذه كتكون للجسم، الا بغيتو ديروها في حواجبكم لازم تاكدوا انها متماسكه. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وفادكم. اذا فادكم حطوا عليه لايك، كنبغيكم بزاف غزالاتي، حتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. بسلامه.